طيب يا بنات، زي ما وعدتكم ان انا هشارككم كل حاجة خطوة بخطوة. دي القاعات اللي انا كنت محتارة بينهم، وياريت تسيبولي تحت في الكومنتات ايه اكتر قاعة عجبتكم وحسيتوا ان هي مناسبة. اول قاعة هي القاعة دي. القاعة دي يا بنات اسمها جرين بلازا، هو ده الدخلة بتاعتها بتاعة الباب. هي قاعة اوبن اير كده، من القاعات المفتوحة، شكلها حلو، من القاعات اللي هي متوسطة، المساحة بتاعتها مش صغيرة ومش كبيرة، مناسبة جدا لخطوبة. شكلها حلو، والاعتراض اللي كان معايا ان هي كانت قاعة مفتوحة، وانا ما كنتش حابة الخطوبة تبقى في قاعة مفتوحة كده لسبب كده معين، فانا محبتش خالص ان انا اعمله بصراحة في قاعة مفتوحة. لكن لو انت حابة تعملي الخطوبة بتاعتك اوبن اير وكده هتبقى حلوة قوي. ده الممر بتاعها كده فيه اضواء وشموع، والحاجات دي بتتغير حسب اختيارك. ده شكل الكوشة كده، في ورد كده فوق في مكان الستيج، وده شكل الكوشة، شكلها حلو ومناسب ويعني لطيفة. ولطيفة كمان لو فرح عائلي او صغير برضو هتبقى مناسبة. سعر القاعة في الوقت اللي انا سألت فيه كان 8,500 تقريبا، فكانت حلوة جدا ومناسبة بالنسبة للأسعار الخيالية اللي حوالينا، فبصراحة كانت حلوة قوي. ممكن تغيري في الممر، تعملي بقى ممر فاير، تعملي ممر شرار ابيض، براحتك خالص. وكل حاجة بقى بتبتدي ان انتي تظبطيها او تغيري منها حسب احتياجك وحسب ما بتختاري. ده كان شكل القاعة كده، في نور على الممرين او على الجناب، ودي الترابيزات شكلها كان حلو جدا، ما كانتش وحشة خالص، وسعرها كان حلو قوي. زي ما بقولكم وقت ما سألت كان 8,500، ودي كان الستيج لونه اصفر. تعالوا بقى يا بنات اوريكم القاعة التانية. ده كان الستيج بتاعها. القاعة دي اسمها قاعة سواي، شكلها حلو جدا. ده السقف كده، وفي ممر كده فيه ستاير وورد ونور، وده شكل الترابيزات. هي اسمها قاعة سواي، شكلها حلو قوي، قاعة مقفولة فيها شاشتين كده عرض. وده كان شكل القاعة من بعيد او بالطول كده، ظاهر القاعة كلها، كان شكلها حلو وكانت مناسبة. القاعة دي مكيفة حلوة قوي. ده الممر كده زي ما انتوا شايفين، فيه ستاير كده وفيه ورد، والممر فيه اضاءة لونها اصفر، شكله بصراحة حلو، وكانت قاعة مناسبة. عايزة اقول لكم القاعة دي كمان بيعمل فيها افراح، فشكلها حلو ومناسبة جدا. ده شكل الممر في الاضاءة كده، وهو منور باللون الاصفر. دي من احلى القاعات اللي عجبتني، شكلها حلو، والمساحة بتاعتها ما شاء الله كانت جميلة. كان فيها حوالي اكتر من 500 كرسي، 500 فرد، يعني كانت مناسبة جدا. ده شكلها. القاعة دي كانت ب10,000، وقت برضو ما انا سألت كانت ب10,000، وبعيد عن اي حاجة ممكن تقدميها للمعازيم عندك. دي القاعة اللي بعدها. القاعة دي اسمها قاعة سان رايز، هي قاعة اوبن كده، زي روف فوق مكان كده، بس شكلها حلو، وكانت بسيطة قوي، وفيها الاضاءة كده لونها اصفر واخدة المكان كله. ده شكل الترابيزات. القاعة دي كانت ب7,500 برضو، وقت ما سألت كانت ب7,500. فيها عدد معين من كنز الكولا او البيبسي، وبعد كده انتي بتزودي بقى وبتحاسبي براحتك. ده كان شكلها كان حلو، وكانت مناسبة وصغيرة كده، بس للأسف العدد اللي فيها تقريبا حوالي 150 او 200، فده كان عدد قليل جدا، وللأسف ما كانتش مناسبة بالنسبة لي. بس كان شكلها حلو لو انتي هتعزمي ناس قليلة، او لو انتي عاملاها بشكل عائلي. هي بسيطة قوي، والستيج بتاعها صغير. بس كده يا بنات، دي كانت القاعات. قولولي رأيكم، وايه اكتر قاعة كانت مناسبة بالنسبة لكم؟